اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنراجع السماعه البادز 6 لايت من شاومي. بص، السماعه دي فيها تفاصيل كتير جدا. انا شخصيا اتوهمت من كميه التفاصيل اللي فيها. بالنسبه للسعر بتاعها، السماعه بتيجي بسعر 1600 جنيه، ممكن اكتر ممكن اقل عشان بلاك فرايداي. طيب خلينا الاول نتكلم عن الشكل والتصميم ومحتويات العلبه. العلبه بيجي معاها التبات موجوده جوه العلبه، تمام. هوريها لك برده عشان تبقى شايف كل حاجه. ادي التبات بتاعتها، جاي معاها مقاسين، تمام. مش جاي اي حاجه تاني في العلبه، مش جاي كابل شحن. بس انا هقول لك، هم وفروا موضوع كابل الشحن بس ادونا سبيكس فعلا عاليه جدا. اول حاجه ده شكل السماعه، تمام. بص شكلها عامل زي الرخام شويه. انا عاجبني قوي اللون بتاعها ده، في الاسود برده منه، بس انا عاجبني اللون ده. بص عامل ازاي، بص الشفاف اللي فيه كده، تحس ان هي عليه طبقه عازله على اللون بتاعه. شكل السماعه، وزنها في الودن خفيف جدا. السماعه بتنور مع النوتيفيكيشن وهوريكم ازاي، تمام. ده شكل السماعه. اول ما بتفتح السماعه جنب اي موبايل اندرويد بتعمل بوب اب نوتيفيكيشن زي اللي ظاهره في الجنب كده، بيقول لك ان انت تكونكت على الابلكيشن بتاع شاومي ولا يتعمل داونلود لو هو اصلا مش عندك. في خاصيه حلوه جدا، فايند ايربودز، زي ما انت شايف كده. لو السماعه من دول وقعت منك فانت تقدر ان انت تدور على السماعه تبدا تطلع صوت. كل المواصفات دي لسه ما دخلتش في امكانيات ولا هنجرب مكالمه لسه ولا اي حاجه، لسه في تفاصيل كتير قوي. انا بحكي لك كل الحاجات اللي ابهرتني من اول تجربه. فيها الابلكيشن زي ما انت شايف، تقدر ان انت تعمل فيه حاجات كتير قوي. فايند الايربودز، تقدر ان انت تختار الباتن اللي انت عايزه. يعني انت ممكن تخلي ضغطه دي مثلا ترد على المكالمات، ضغطتين تكنسل، او العكس. كل ده تقدر تختاره، تقدم الاغنيه او تاخرها، كل ده بالتاتش باللمس. فيها نويز كانسلنج ممتاز جدا، وده هيبان اكتر في تجربه المكالمات. بما اننا اتكلمنا عن المكالمات، فهي بتيجي باتنين مايك، فخلينا برضو نجرب مكالمه عشان تحكموا بنفسكم زي كل مره اذا كانت السماعه دي فعلا تستحق اللي انا بقوله ولا لا. يلا بينا. ازيك يا اسلام، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بص يا اسلام، انا براجع دلوقتي السماعه الريدمي بودز 6 لايت. بس المكان اللي انا تمام فيه، انا جوه البيت، المكان هادي قوي، تمام. تمام وانت عندك الدنيا هاديه، يعني انت مش في الشارع. بس عايز تمام. اجرب كده، لو انا واقف في البلكونه انت سامعني كويس؟ انا سامعك كويس، بس الصوت مش كلير قوي، يعني الصوت نفسه فيه زي نويز بسيط. نويز بص، مش نويز هو نازل انا حواليك، هو الصوت اه كواليتي الصوت نفسه مش واصل مظبوط بالظبط. طب كده انت سامع الدوشه اللي حواليا؟ لا مفيش. بس سامع حاجه؟ لا لا لا. طيب تمام، لكن تديله كام في الميه يعني؟ يعني بالنسبة لي أنا 6.5 7 بكتير. تمام، شكرا. آه. فيها خاصيه الان اير ديدكشن، يعني اول ما بتشيل السماعه بتعمل بوز لو انت مشغل اي حاجه ميوزك او اي حاجه او فيديو على الموبايل. تجربه الصوت فيها والمزيكا ممتازه جدا، بتديك سراوند مود، تحس ان انت لابس سماعه بريميوم مش سماعه ب 1700 جنيه. اللي عاجبني فيها برضو موضوع التاتش، لمبه كده بتنور في الجنب كده اول ما بتلبس السماعه، بتديها اي اكشن. وزنها خفيف جدا، بتيجي 47 جرام. السماعه الواحده بتيجي 45 ملي امبير، اما بالكيس فبتكون 480 ملي امبير. بتيجي بمدخل تايب سي، وبالشكل بالشكل بتاع الجراب بتاع السماعات، وفيها زرار للريستارت موجود اسفل السماعه. تانية تؤخذ عليها فعلا وضايقتني في السماعه دي ان الصوت بيخرج. يعني تجربه الصوت وانا قاعد جنب حد مشغل اغاني، الصوت بيخرج من السماعه. الصوت طالع صح؟ اه السماعه الواحده بتقعد معاك 7 ساعات، اما بالكيس بتقعد معاك لحد 38 ساعه. طبعا سرعتها في الاقتران ممتازه جدا، لان هي بتيجي بلوتوث 5.3. بص بعد تجربه الصوت اللي انت سمعتها تقدر تحكم بنفسك اذا كانت المايكس 2 مايك دول كويسين او لا. انا بالنسبه لي اديها 9 من 10. الديزاين بتاعها ممتاز جدا، وزنها حلو جدا، البطاريه بتاعتها ممتازه جدا، بتقعد 7 ساعات. جوده المكالمات زي ما انت شفت، انا مش هقول لك اذا كانت حلوه او وحشه، انت احكم بنفسك. الكيس نفسها 38 ساعه. عاجبني قوي جدا موضوع السراوند مود، وعاجبني الابلكيشن اللي بيدعم حاجات كتير قوي. انت جوه الابلكيشن زي ما انت شفت في الجنب كده، تقدر تظبط الصوت، تشغل نويز كانسلنج او لا في الابلكيشن. تقدر ان انت فايند ماي ايربودز، ممكن تعمل حاجات كتير قوي جوه الابلكيشن. لكن ما يؤخذ عليها طبعا ان معاش شحن، كيبل شحن، بس بالنسبه لي ده مش مهم. اللي ما يؤخذ عليها حقيقه ان الصوت بتاع المزيكا او الميديا بيطلع بره السماعه. ده شرح سريع ومختصر سماعه الريدمي بادز 6 لايت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان نشوف الجديد.